السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا داخلا وخارجا. لماذا احنا واصل لا التعب ولا نشوف الحل؟ فشوفوا والله بعض الناس يجي يحسد لك، يجي يسوي لك، يجي يروي لك انه مدري وشو، ويهنجم على صاحبه ويهنجم على اخوه ويهنجم على كل واحد ويهين كرامته ويسوي له ويتحدوت ويصلح. ما لنا اذا شفنا الواحد مجتهد وذا نروح واصلا ونحسده. ايش هذا الحسد؟ ايش هذا الذا؟ بس والله العظيم مستغرب على بعض الناس كيف يجي يحسد صاحبه ولا يحسد اخوه ولا يحسد ذا. يا اخي والله كلام كبير، كلام بارح. بس انا بقول فيها يا صاحبي خذ كل ما يلزم واترك رفاق السوء واهل الشر، ظنش كلام الناس وتبسم واكتم ظروفك والزمن دوار. لا نفهم شخص ما يفهم ولا نحاول نروي ناس ما هي بعين البارنجان الهم انفض غبار الهم بتلاوة القرآن والأذكار. هذا الشفاء والطيب والبسم، وهذه نجاة كل واحد من عذاب النار. والله قال يا جازي المسلم بجنات تجري من تحت الأنهار. هل بعد هذا الفوز الأعظم بالله يجيرنا من عذاب النار؟ وسلامتكم أخوكم أبو علي.